حسن أوصافه الغايات والصور صلى عليه إله العرش خالقنا وآله من لواء العظيم والنشر قدر وما أبقى نسيم سما وما تطوع مسك نشره عطر وما حسين جمال الليل ممتلئا بنظم مولد طه وهو مبتكر يرجو من الله فضلا أن يوفقه في جمعه علاه بالفوز ينجبر هذا وقد كان نور الهاشمي بدا في وجه آدم يعلو وهو منسفر وكان يبدو بألفي عام مرتفعا من قبل تكوينه فيما به ذكروا وبعده أمر الأملاك خالقنا أن يسجدوا فأتوا حقا بما أمروا فلم يزل نوره الوضع منتقلا في كل طاهر ميلاد له أثر حتى بدا مشرقا من والديه وقد تجملت بعلاه الشمس والقمر صلوا على المصطفى الهادي بدعوته إلى طريق الهدى يا من هنا حضروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم به نسبا طه ناصره أصلا وفرعا وقد سادت به البشر مطهر من صفات الجاهلية لا يشوبه قط لا نقص ولا كدر ما فيه إلا همام قد سمع زمان أو سيد نحو فعل الغير مبتدر هذا وقد حملت أم الحبيب به وليس في حملها كرب ولا ضرر حتى إذا كملت في حمله حضرت آسية مريم والهر قد أمروا فجاء الطلق في عز وقد وضعت محمدا وهو بالأنوار مدثر مرحبا يا مرحبا حبيب الله مرحبا مرحبا يا مرحبا رسول الله مرحبا مرحبا يا مرحبا جواد حسين مرحبا مرحبا يا مرحبا رسول الله مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا حبيب الله مرحبا واستبشرت وانجلت كل الوجود به وأينعت وزهت من حسنه الشجر واستحسن العلماء فيه القيام له تأدبا فهو فيه حاضر ذكر وجاء في الخبر المروي عنه كذا سمعه ذكر من صلى ويتكل فإنه صفوة المولى وخيرته وهو النبي الذي زانت به العسر محمد أحمد المنسوب مديحه إليه فهو بهذا الفخر يفتخر الفاتح الهاتم الهادي بدعوته إلى الهدى ولدين الله ينتسب الحاشر العاقب الماهي بلسته
منحسر بشائر عند أملاك السماء به والجن والإنس فالدنيا لها زهر بشرى لنا معشر الإسلام إنا